بسم الله الرحمن الرحيم. يا نصير البتول أي مصاب قد دهانا بأفجع التنكيل، أي رزء به التوينا جميعا مثلما الطفل بعد فقد الكفيل. آه وآه أي آه علينا سوف تحنو على البكا والعويل، أي درب سترتضيه الموالي بعد درب عفا بفقد الدليل. يا أبا جعفر الجواد المجلي بعدك اليوم من لنا بالسبيل، من لنا يوم نكتوي في الزوايا عندما يصرخون يا للبتول، من لنا يوم لا نعال ونمضي للعزا لا نريد غير المثول. يا له سوف يصطلي في حشانا ذكريات كذكريات الرسول. إيه سلمان ذا الزمان أترضى يتمنا ولا يتمنا والذهول، كيف قد خرت أن تجاور من كانت بعينيك في الضحى والأصيل، والحيارى تركتهم يترجون المرايا لخطوك المتبول. وحياراه أي ضوء رأيتم بعده أي ضوء بديل. لا رعى الله ذا الزمان أما في غيبة النور من غنى عن رحيل، أي هاتيك يا زمان علينا سوف تقضي بفاجع التقتيل. يا عين كم ستبكيه كم ذا سوف ترجين للفدا والمثيل. يا عين كم ستبكيه كم ذا سوف ترجين للغنى والمثيل. يا شيخ لا مراح ومغدى بعدك اليوم ذات راء جميل، بعد أن رحت كلها ذات لون أسود حالك الرؤى مستطيل. سوف لا نقصد العزاء لضلع الطهر إلا وذكرت بالنبيل، أنبل الناس والموالين طرا خادم البضعة الهمام الجليل. لا خوف إذ رحلت فإنا نعرف السر في الرحيل الوصول، إنما الخوف من لنا يا حمانا. هو الحزن في جميع الفصول، وضيعة الحليف لحزن قد برى منه كل يوم بطولي. لا ولا ألف شد حيل سيجدي بعدما رحت يا حما للأصول. يا ملاذا لكل من لم يزل في مجلس الثكل في عزاء البتول، سوف نبكيك كلما مر ذكر للتي كنت ذا عزاها الطويل. الأسيف المكلوم سيد العمدي أبو جعفر، الأربعاء 30 شوال 1427 هجرية، اليمن.